أهلا وسهلا. راح نكون معكم لتغطية خطة الطوارئ لتصريف السيول بأمانة منطقة الرياض. خلوكم معنا في هذه التغطية. معنا المهندس عبد الرحمن الحافي من إدارة تصريف السيول. حدثنا عن استعدادكم لهذا العام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وانفع بها العباد والبلاد. بالنسبة لاستعدادات أمانة منطقة الرياض لهذا العام، قد تم تجهيز خطة الطوارئ بمتابعة مباشرة من سمو الأمين، حيث تضم الخطة أكثر من 2200 عنصر بشري وأكثر من 800 معدة. يتم مباشرة المواقع الحرجة والأنفاق قبل الحالة المطرية بساعتين إلى 3 ساعات، وعمل الصيانة الاستباقية لها ومتابعتها أثناء الحالة إلى حين الانتهاء منها، وعمل الصيانة مرة أخرى. أما فيما يخص الأنفاق فيتم متابعتها أيضا عن طريق مركز المراقبة والتحكم عن طريق الكاميرات المتواجدة في المركز، وأيضا يتم التحكم في المضخات المتواجدة في الأنفاق عن طريق مركز التحكم. أيضا يتم استقبال البلاغات عن طريق مركز الاتصال 940 وعن طريق وسائل التواصل، حيث يتم مباشرة البلاغات بشكل عاجل. وسعيا منا في أمانة منطقة الرياض للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، نتمنى منهم التوخي الحذر والابتعاد عن مواقع تجمع المياه، ونتمنى لهم الاستمتاع في هذه الأجواء. شكرا لكم.